الرحيم. أسعد الله مساء الجميع بكل خير. حلقة اليوم نخصصها لسؤال: هل أمريكا والكيان الصهيوني سيجددان العدوان على إيران؟ سؤال مطروح يطرحه الكثير من المتابعين والمختصين. طبعا التهديد الأمريكي نطق به الرئيس الأمريكي يوم الاثنين، لكن في ظل مساعي الدولة الباكستانية يقول الرئيس الأمريكي تم تأجيل ضربة محتملة على إيران، لكن الحرس الثوري الإيراني ووزير الخارجية الإيراني عراقجي رد في بيان شديد اللهجة بأن إذا أقدمت أمريكا والكيان الصهيوني على ضرب إيران مجددا فإن الحرب ستتعدى المنطقة، وسيتفاجأ أمريكا والكيان الصهيوني بالسلاح الذي سوف تستخدمه إيران. والأكثر من ذلك أن البيان الذي صدر عن الحرس الثوري الإيراني تحدث عن إمكانية رفع درجات تخصيب الأورانيوم، مما يتيح لإيران صناعة القنبلة. طبعا هذه يمكن تصنيف هذه التصريحات والتصريحات المضادة ضمن الحرب الإعلامية وضمن الضغط، لأنه هناك مسار المفاوضات، ولكن هناك من يرجح الاحتمالية عدم عودة أمريكا والكيان الصهيوني إلى الحرب على الأقل في الوقت الراهن. لكن إيران تستعد للحرب في أي لحظة، هكذا يقول العديد من المراقبين. طبعا والاستعداد للحرب كما يقول أهل العلوم السياسية مجلبة للسلام، لكن الآخر الذي يتمثل في الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية لن يهدأ لهم بال ما دامت إيران قوة صناعية وقوة قادرة على صد هجوم يقوده الجيش الأمريكي والجيش الصهيوني، حسب بيان الحرس الثوري الإيراني الذي قال بأن الجيش الإيراني أو إيران واجهت جيشين من أعتى الجيوش في العالم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.